عندكم برتقان وعندكم جزر، تعالوا نعمل احلى عصير هيوفر تعبنا ومجهودنا طول شهر رمضان. تعالوا مرة تشوفي قناتي معاكي مطبخ اسماء علي. لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه. تعالوا بقى نسمي الله ونشوف كده هنعمل ايه. انا معايا 2 كيلو من البرتقان ومعايا كيلو من الجزر. هبدا بقى ان انا كده اجيب حله واجيب الجزر بتاعي وابدا ارفعه على النار واضيف عليه كوبايه سكر. تمام كده، واجيب بقى ميه كوبايتين او 3 كده من الميه، يعني مش عاوزه ميه كتير وتغلي غلوه، وهبدا ان انا اوطي عليها واسيبها بقى لما الجزر يستوي تماما. يعني انا عاوزه الجزر يستوي درجه اللي لما تهرسيه كده بشوكه او بمعلقه زي ما انتم شايفين كده يتهرس معاكم، يعني كده خلاص استوى. كله بقى على جنب، وبجيب البرتقال بتاعي يكون غسله طبعا كويس وابدا ان انا اقطعه نصين. زي ما انتم عارفين ان عصير البرتقال بالجزر دوت بيحب البرتقال اللي هو البلدي اللي هو بيبقى يعني حادق سنه كده، بيدي مزازه حلوه قوي للعصير. بجيب البرتقال وببدا اقسمه كده نصين. ممكن اشيل البذر لو هتضربه في الخلاط وتقشره. مش هتضربه في الخلاط، ببدا ان انا اجيب بقى عندي عصاره يدويه او عندي عصاره كهربائيه او عندي ممكن اقشره واضربه مع كوبايه واحده من الميه. يعني مش هيقول لا، اي طريقه من الطرق دي تقدري ان انتوا تعملوها. اما حاجه ان انا مش عاوزه اضيف ميه كتير عشان يبقى معايا برتقال خام، واقول لكم دلوقتي ليه. فهجيب كده خلاص كميه البرتقال كلها بتاعتي، وهبدا ان انا بقى اعصرها بالعصاره وتطلع لي بقى الكميه اللي هتطلعها. ده كده يا جماعه برتقال خام، يعني دوت معلهوش اي اضافه من الميه نهائي. بجيب بقى الخلاط وبجيب عصير البرتقال بتاعي وببدا ان انا اضيفه مع الجزر. طبعا الجزر فيه سكر فهو مش محتاج سكر، طبعا ده حسب ذوقنا في السكر. ممكن نزود سكر دلوقتي وممكن نزوده بقى لما نيجي نعمل العصير. اضربه كده ضربه بقى في الخلاط لما الخليط بتاعي زي ما انتم شايفين بيبقى خليط كريمي كده يا جماعه، بيبقى تقيل وخام. يعني دوت كده خام، برتقان وجزر خام معلهوش اي نقطه ميه نهائي. ده كده خام. بصوا يعني عمل معايا كميه قد ايه، وبقى لما يتعمل عصير هيطلع معانا كميه كبيره جدا. يعني من العلبه ديت هقدر اعمل بقى ازايز عصير اقولك تكفيكي شهر رمضان وكمان وزياده. يعني باذن الله كده العصاير ديت هتوفر عليكي تعبك ومجهودك ومش هتاخد معاكي اي وقت خالص. جالنا بقى ضيف كده فجاه، احنا عاوزين كوبايه عصير كده، قايمين كده عاوزين نشرب كوبايه عصير بس مش عاوزين يعني نضرب في الخلاط وبتاع. فهنجيب معلقه وهنجيب مكعبات كده تلج او ميه ساقعه ومعلقه سكر ونبدا نقلبها. بصوا لا يعني لون طبيعي، مفيش بقى يعني اي لون ولا اي مواد حافظه ولا اي حاجه نهائي. عصير طبيعي يا جماعه فريش، بصراحه يستاهل لايك. انا شايفه ان الترند دوت يستاهل لايك منكم عشان اكبر عدد ممكن يشوف الفيديو والكل يستفاد منه وتعملوه بقى ان شاء الله في رمضان. واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.